سكول هاي. وحشتوني واكيد انا كمان وحشتكم. اللانش بوكس، هنحضر اللانش بوكس. حضرتك يعني فكرت هتحط ايه في اللانش بوكس؟ قبل ما افكر احط لكم ايه في اللانش بوكس، تعالوا اقول لكم ايه اللي اهم من اللانش بوكس. هو في حاجه اهم من اللانش بوكس؟ طبعا، تعالوا بقول لكم ايه الاهم من اللانش بوكس. في اللي اهم من اللانش بوكس 1000 مره. ما ينفعش ادخل المدارس ابدا 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 بدون مجموعه توفي كيدز. طبعا وسط زحمه المدارس والمشتريات، حد فيكم فكر يهتم بشعر ولاد الاول غيري انا؟ جبت المجموعه دي كده كلها مره واحده عشان ابقى داخله على المدارس وانا مطمنه. بقى ده روتين كامل من اوله لاخره لعنايه الشعر كله. ويلا بينا بقى احلى شاور جل بجوز الهند والجليسرين الطبيعي، علشان كده يفوقهم وينعنشهم قبل ما ننزل المدرسه. وطبعا انا ما نسيتش ولا الشعر العادي ولا الشعر الكيرلي، وعايزه اقول لكم دول بزيت الشيشوبه والجليسرين ينعش الشعرايه كده، وزبده الشيا حاجه في منتهى الجمال بجد. انا كان الاختيار ليهم ممتاز، يفوقهم وينعنشهم قبل المدرسه. هتنسوا الهيشان بعد البلسم ده. عايزه اقول لكم بزيت الجوجوبا حاجه كده على ضمانتي ممتازه. زيت جوجوبا ولوز حلو، انسي الهيشان بعد حمام الكريم ده روعه. حطيه بس على شعر ولادك 15 دقيقه عقبال ما ياخدوا الشاور، انسي الهيشان. طبعا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، الله اكبر قدامكم زيت توفي كيلز ساعدني جدا 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 على التسريح لشعرهم. زي ما انتم شايفين بحط يا دوبك حبه صغيرين بس على ايديا، ما شاء الله الله اكبر، ودى الشعرايه في حته تانية طريان وتحفه. واخيرا منتج كل مواده طبيعيه من غير اي مواد كيماويه على ضمانتي. استخدميه للشعرايه هتحسي بفرق كبير جدا، ويبقى خلصنا من هم كل يوم نعمل ايه في شعر ولادنا. باي توفي كيدز.